ايوه زي ما بقول لكم كده بالظبط، مش ضروري خالص نتبل البانيه بالبصل ولا ليه اي لازمه خالص، وهيطلع طعمه تحفه احلى من تتبيلته بالبصل كمان. شايفين التحفه والجمال؟ تحفه، طعمه تحفه، مش هياخد وقت في التتبيل خالص، مش لازم ننقعه كتير ولا اي حاجه، تتبيله جامده جدا. ويلا مع بعض بسم الله نشوف الجمال ده ازاي. يلا بينا، يلا بسم الله. ادي البانيه اهو. عايزه اقول لكم ما ترققوش البانيه زياده عن اللزوم، يعني لما تقولوا للفرارجي يقطعوا لكم ما تخلوهوش رفيع علشان تحسوا الطعم. هنحط عليه كوبايه من الزبادي، معلقه من المايونيز، معلقه من الكاتشب، ويفضل كمان معلقه من المستردة، بتخلي طعمه تحفه. وهنحط عليه البهارات بتاعتنا. انا هنا ضفت عليه 2 باكت من البطاطس، توابل البطاطس، وهنضيف عليه بيضة، وهنضيف عليه معلقة كبيرة هرمية من الدقيق، وهنحط طبعا الملح والفلفل الاسمر. لو ما فيش بهارات البطاطس دي هي طعمها تحفة جدا، يا ريت تكون موجودة. هنضيف معلقة من بهارات الفراخ، كده انا ضفت معلقة من بهارات الفراخ، وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. لو ما فيش بهارات فراخ برضو ممكن نضيف زعتر، روزماري، اي بهارات بقى انت بتحبي طعمها كاري. وهنقلب التتبيله حلو قوي، ممكن ما تنقعهاش خالص، ممكن تسيبيها ساعه، يعني ما فيش اي مشكله. هنجيب البقسماط المطحون بتاعنا، ولو عايزاه كريسبي هتحطي عليه معلقه من الكريسبي بتاعه اللي بنجيبها من العطار كده، وهنطحنها حلو بايدينا كده شويه علشان بتبقى تخينه. وهنبدا نجيب بقى البانيه، ولا تدقي عليه ولا اي حاجه، يعني انا بفضله كده بصراحه. لكن الرقيق قوي زياده عن اللزوم ما بتحسوش ان انتوا بتاكلوا لحمه خالص. هنضغط عليه حلو قوي بقى في البقسماط، ونبطنه حلو جدا جدا، ونسيبه في التلاجة نص ساعه بالتبطينه بتاعته دي كده، وبعدين نبدا نقليهم مره واحده. يعني قبل ميعاد الغدا تكوني مجهزاهم وسايباهم في التلاجة نص ساعة، هتلاقوا مفيش اي طبقة خالص بتطلع من عليه، ولا اي حاجة خالص بتقع من على البانيه بتاعك، ولا هدرنا دقيق كتير، ولا طبقة دقيق، ولا هدرنا بيض كتير في التتبيلة بتاعته، ولا اي حاجة. هي بيضة واحدة حطيناها عليهم كلهم، ومعلقة دقيق واحدة عملت طبقة حلوة من زي العجينة كده التقيلة على البانيه. وبعد كده طبقة البقسماط وبس، خلاص. وكده تاكلوا احلى شوية بانيه، يعني ما كلفناهوش خالص، ولا حطينا بيض كتير، ولا حطينا بصل، ولا حطينا اي تكلفة خالص على البانيه. وعايزه اقول لكم ان طعمه بيطلع احلى من تتبيلته بالبصل كمان، تحفة جدا جدا. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رايكم ايه. بصوا بقى، عايزه اوريكم البانيه من جوه مستوي طبعا، ما تقولوش ان هو عشان تخين مش هيستوي. بصوا بس بتحسوا ان انتوا بتاكلوا فعلا بانيه، بتحسوا بطعم اللحمه. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ونورتوني. باي باي.